Aşağıda Hüseyin bir ikinci var. Emali okuyormuş. Dedim üstad ben de hoca şeyden 30 yıldan ben 33 yıl oldu işte. Evet. 33 ilk şey ettiğimiz yer Şadırvan'dı seninle. He, Ramazan Şadırvan'ında he. ilk konuşmamız. O zamandan da benim üstad koy benim de üstad diyor. Hayırlı. Tabii göreceğiz. من العمل بالحديث الضعيف حكم عمل كرنا بحديث ضعيف نوري اختلف العلماء في الأخذ بالضعيف على ثلاثة مذاهب عالم اختلاف كنا تقرتنا بحديث ضعيف يعني عمل كنا بيضا سلسلة مذهبه مفهوم المذهب الأول أنه لا يجوز العمل به مطلقا في مذهب ورا مذهبك مذهب إيه أول إيه كمين قلت لنا عمل به مطلقا نايكر تمام يعني أو إيه أنا تفصيل بيجة وتفصيل قبلناك وإلي ذهب القاضي أبو بكر بن العربي وحكاه من سيد الناس عن يحيى بن معين بار في مذهبي فا مشيانة أبو بكر قاضي أبو بكر ابن العربي ابن عربي هي ابن العربي هي ابن عربي صوفيا تيجي بن شيخ الأكبر وهنكي بين أهلي وحدة الوجود هنكي لما يسمى هنكي أولادكن هنكي تضليلتكن هنكي دبين ولية وده اختلاف تضحية أما فيا أوي فيا قوية أوي عارضة الأحوزي شرح صحيح الترمذي يعني فيها محدثة تمام جاء في القوانش جاء بين ابن عربي جاء بين ابن العربي طب أهل التصوف ابن عربي صوفي كما زد بين صوفي خلاصة ما جو جاء فيا ابن عربي ابن العربي وابن سيد الناس يحيى بن معين رواية أو كده شيء حكاية كده ابن سيد الناس يحيى بن معين يحيى بن معين أو عالمي مثلا تحت السيدة المذهب الثاني أنه يعمل في مطلق جافاناجي مطلقة عمل بيدك يعني شوائي أو تقول مطلقة عند عقائد ضابط أعمال ضابط فضيلة ضابط ما مطلقة أنا السيادة ضابط أو تفصيل يعني مطلقة يعني يكون مطلقة بوي تفصيل بوي تفصيل مذهب السيادة أنا بيجي مذهب السيادة بيجي أجد فضائل عملي ضابط وما وعزو خصاص ضابط عمل تكرن عقائد ضابط عمل نايكن وأحكام ضابط جودة مطلقة فضائل ضابط عقائد ضابط أبيج مطلقة بعمل تكرين يعني شد فضائل ضبع شد أحكام ضبط عقائد ضبع وعزي ذلك إلى أبي داود والإمام أحمد ياتي نسبة كرين قال أبو داود وإمام أحمد بن حنبل المذهب الثالث مذهب تفصيلي أثنين أنه يعمل به في الفضائل العملية إيه عملي ده عمل تكرين والمواعظ الوعظادة والقصص حكى أيضا ما يذكر بجا ولا ضاي حديث في حكى بداهية ونحو ذلك بزري فيها ما ليس له تعلق بالعقائد والأحكام إيكو على قوان بعقائد وأحكام الطلبة ماذا فضائل عملي مثلا أحكام نش فضائل عملية مثلا فضائل عملي وقت تشتكي بتوابكي تشكي باشا أوري وزات المعوز وخساس خواهدينه لما أحكام وعقائد على قوان بيرتنا قلت بيعمل تكرن وقت دمك وقت عقائد وأحكام في عمل نكر وهذا هو المذهب المعتمد عند الأئمة المحققين جمع إمام أهل التحقيق مذهب أو تيكرن بي يعني اعتبار سيد تيكرن أو فقد روى الميموني عن الإمام أحمد أنه قال الأحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها وتحديثي واقع من الكرني يعني وكا وعظ ونصيحة وانا تي احتمال كرن كتساهل تي بي كرن تمام حتى يجيء شيء فيه حكم حتى تشكك حكم تداوره وش آخر أرتم مرجله دقت تمام demek ki mesaj bir tek gotun tefemi avajore gotu özye zalike ile Abi Davud ve İmam Ahmed eddoya demek ki zayıfe şöyle İmam Ahmed var ne gotu yedir gora vira var en azında var yani mezhebi de ihtilaf yani وروى البيهقي في المدخل إمام البيهقي الشافعي المدخل ده رواية كده مشهور بقوي شعب الإيمان كتابه شعب الإيمان ده مشهور بقوي ده هي واحد كتاب يقول مشهور ده مشهور نوفيلا عن ابن مهدي أنه قال ابن مهدي رواية كيغوتية إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال وقت من الرسول رواية بقى حكي حلال وحرام وأحكام هذا أم صادت جديدا وام زلامة خشك أو تكن ناقد تكن يعني أرشتمش تكن
وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب وقت الفضيلات بن شيء فضيلات بن تشتي ثواب وعقاب بن سهلنا في الأسان أنت سهولتك وتسامحنا في الرأي مزام وضج مسامحتك. ونقل ذلك عن أيضا عن ابن المبارك أبي يجي المبارك جهتيه نقل كنا عبد الله بن المبارك. وقال ابن عبد البر ابن عبد البر قوتيه ابن عبد البر أو تمهيد كتابه هي أو هي أو شرح موطئه واستذكار هي استذكار ده فازا أو يعني علاقة ب فقه راي اسمه فقه كه يعني ده فازا قسم أو راي أو حديثي أصول حديث. ابن عبد البر قلت أحد في الفضاء لا يحتاج فيها إلى ما يحتاج به قلت إيه فضائلة يحتاج تنبات سيكو بدليل يعني يحتاج سنة كان يعني الشيء بدليل جرى وها به إيه فضائلة يحتاج بالفان فان تستطنع الشيء جرى بدليل يحتاج بالفان تنه مفهوم؟ نعم. وقد نقص على قبول الضعيف في الفضائل الأعمال يعني نص كده إمام النووي تقريبا ده إلى قي شرحوي سلفيتين والشرحوي هي فتح المغيث نا سخوي أو يبخو عندك أما ابن حجر العسقلاني شرح نخبة المسيدة شيخ زكريا الأنصاري شرح الفاء إلى قي شرحوي سلفيا إلى قي هي ذكر شيخ زكريا الأنصاري. والحافظ السيوطي في التدريب وغيره حافظ السيوطي التدريب وغير التدريب ده وابن حجر المكي في شرع الأربعين ابن حجر المكي ابن حجر هيتمي ما يدق زيت مش توفى يعني نزي حصارية. والعلامة اللكنة برسالة تسمى الأجوبة الفاضلة أو لكنوي راجع سالكي نافع الأجوبة الفاضلة الأجوبة الفاضلة لو فيها بحث المستفيد في ذلك أو جدول قونك يود دريش عصا فضائل أعمال هذا عملوا حصة عايز تكرين كليه فاطن كر. وقال الإمام النووي في الأذكار الإمام النووي الأذكار إذا قلت قال العلماء من المحدثين والفقهاء على ما قلت محدثة وش فقهاء يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب بالحديث الضعيف وتنا جائزة وحتى مستحبة. عمل كنا الفضائل والترغيب بطريقة تشجيع وتشويقي بحيث ضعيف ما لم يكن موضوع ما موضوع به. وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك مثلا وقت شيء حرام وحلال شيء عرش غير شيء بس النكاح وطلاقي وبخير فانا فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن. لا يعمل كن دوانا أنجب حيث صحيح يجي أناس إلى حسن به إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك أنجب هو احتياط هبة ويشاخي أو آيش نوري يعني مثلا احتياط شوا تمام مثلا كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الانكحة بس حسيك ضعيف هيد بفلان آلش فيرش مكروه يعني فلان قسم نكاحي مكروه فإن المستحب أن يتنزه عنه مستحب أوي احتياطي يعني بيجي والله حديث ضعيف بيجي سونشتا هم ياك حديث صحيح به احتياط أوي وياشنك ولكن لا يجب يعني دمك حسيت ضعيف جو مخالفة طبعا احتياطا مرخ محافظة بكباشة نواجب تمام. شروط العمل بالضعيف عند المحققين شرط عمل كنا ضعيف الجمع أهل تحقيقي يعني إنك قلت مثلا جبت عملية ضعيف يبكي أهل تحقيق قلنا جربان شرطات يذهب أنا مطلق ضعيف. ذاك الحافظ ابن حجر العمل بضعيف شروطا ابن حجر عمل كلام ضعيف لأن شرطة ضانية الأول أن يكون في الفضائل العملية شو ما قلت بقرأ فضائل بن نوري ونحو فضائل عمل وبنزل ونان اعتقاد شو قرأ نبن وبنزل يوم كما تقدم وده الباسكر كان وقت ترخيم وترهيب ووعظ وقصص وانا. الثاني يكون ضعف غير شديد يعني شديد به فيخرج من انفرد من الكذابين مثلا يكي روايات كيوش دروا الشيء ضعيف قوي قال عمل كده والمتهمين بالكذب يجي إقاطية تباكتين بدروا ومن فحش غلط يجي بترص دخلت هنا الصدمك أول قالك لا شيء ضعف به كني أول إيه الدواء أن يندرج تحت أصل معمول به قالت داخل من أصلا كيف عمل في تكرر فهمت كيف مثلا قلنا ذكري ضايع ذكرش خصوصا تحقيق وتحديث برن أبي أجر ذكرك خاص به وأما داخل بني أصلا كيف معمول به وهي شوف مثلا ذكريه الرابع مثلا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط وقت عمل في كني قال نبي يا رسول الله باحتياط يعني بل يا رسول الله وقال فيش فين يعمل به أبي أشوف مهارن في القول البليغ صراط الحديث الشيخ صلى الله عليه وسلم سنة سخاوة قال سنة الشيخ إذا يقول شروط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة
عندي تشبوتي. حكم الرواية الضعيفة من غير بيان ضعفي كما كانت ضعيفة ضعفها بيان كما كان وكان كان موضوعي من كاره كانت ضعيفة من كاره أنا يجوز عند أهل الحديث وغيرهم كما أهل الحديث وأهل غير الحديث التساهل في الأسئلة وقع الفقهاء وأنا تساهلات استنطاط من كاره ورواية ما سوى الموضوعي خين إيه موضوعي من رواية من الضعيف في ما خين الموضوعي ضعيفة والعمل به من غير بيان ضعفه وجواز عمل كتاب ضعيفة ببيان ضعفه في غير صفات الله تعالى نوري أما الصفات خطأ بينها والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما ظنا نوري وذلك مثلا يكون بيجن نو خيني فانا وقتش قصص وفضائل الأعمال أعمال فضيلية فضيلة يعني آه، والمواعظ وغيرها تمام بما لا تعلق له بالعقائد والحكاية يتحقق على قوم أحكام وأعقاده تنه كيفية رواية الضعيف شامل روايتك إذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد وتت إسناد نخص كلبكي فلا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكسي نبجه بلا زي جسمي نبجه وقال رسول الله قلت ضعيف شيء احتمال رسول الله قلت ضعيفة وما أشبهه بنزلي فيها نبجه من صيغ الجزم صيغ جزمي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله يعني رسول الله ولا مش بل قل روي عنه كذا ولا هات رواية كذا أو بلغنا عنه كذا وها قشتيمه أو ورد عنه كذا وها هاتيه أو نقل عنه يا جينا كيف أنا إن جزمي له وما أشبه بنزلي فانا من صيغ التمريض صيغ تمريض يعني كويس ضعيف تكن كانوا بعضه مثلا هيك ورا رواية كذا قال ورا بيش تمام وكذلك أيضا تقول في الحديث الذي تشكو في صحته وضعفه يعني تصور بيجي حديثة كنت شبهي كصحية ضعيفة كسين زامي ضعيفة يسمى ضمن شبه لي نبي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما الصحيح فتكون بصيغتي أما الصحيح به بيجي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبح في صيغة تمريض دون درجة صيغة تمريض قبيحة نباشه كما يقبح في رواية الضعيف صيغة جيد شان ضعيفة ده تبقى أنا قال نباشو صحيح صحيح تبيجي قيل نباشه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نوري أنواع الحديث باعتبار من أضيف إليه نبيش نبي بالمي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين